قلنا نغير شوية ونحط فلتر ونصور بيه يعني كتغيير. ايه رأيكم؟ انا اكيد قمر، يعني انا اكيد قمر. ندخل في الموضوع على طول بقى عشان احنا مش جايين نتكلم على الفلتر اكيد. يعني دلوقتي انا شخص فاشل ومحدش بيحبني من ناحية آراء الناس فيا، لان كلهم شايفيني شخص فاشل، حتى اني مش قادرة اتقبل نفسي بالشكل ده، لدرجة ان انا لما بغلط ما بعرفش اصلح اغلاطي، وفي حاجات كتير كده متلخبطه معايا ومش عارفه اعمل ايه، لدرجه اصلا ان انا مش قادره اتقبل الاخطاء بتاعتي ولا ان انا اتقبل نفسي بالشكل ده. هل في يوم من الايام سألت نفسك هل انت متقبل نفسك؟ اكيد السؤال غريب حبتين. انا عارفاك دلوقتي ايه هو هل هو متقبل نفسي؟ ما طبيعي جدا ان اي شخص هيرد عليا ويقول لي ما هو احنا كلنا كبشر بنتقبل نفسينا كجزء من حياتنا اليوميه، يعني دي حاجه عاديه ان اي شخص يتقبل نفسه. ما فيش شخص مثلا رافض نفسه او مش حابب شخصيته او مش حابب نفسه، تمام؟ ولكن في الواقع هو لا، مش كلنا بنتقبل انفسنا. من السهل ان انت تتقبل نفسك في الاوقات الجيدة اللي هي زي اوقات الفرح والسعادة، وان انت تعمل حاجة مهمة وتنجز حاجة كويسة، ولكن من الصعب ان انت تتقبل نفسك في بقية الجوانب التانية اللي هي الجوانب السيئة اللي بتبقى عندك. فالاجابة على السؤال ده وهو لا، يعني مش كلنا زي بعض، ومش كلنا بنتقبل انفسنا في اوقات الفشل واوقات الضعف بتاعنا. عندنا حاجة اسمها مهارات تقبل الذات، او اللي بنقول عليها بالانجليش self acceptance skills، واللي هي ان انت تتقبل نفسك بشكل تام. يعني بشكل تام افهمك اكتر. بشكل تام يعني ان انت تحتضن نفسك زي ما انت كده بدون شروط وبدون استثناءات. يعني على سبيل المثال هقولك، لو انت مثلا الشخصية بتاعتك فيها صفات وسمات ايجابية وفيها صفات وسمات سلبية، فانت عشان تتقبل ذاتك فانت لازم تتقبل الحاجات الايجابية والحاجات السلبية اللي في الشخصية بتاعتك. مش مثلا هتتقبل الجوانب الايجابية بس وهتسيب الجوانب السلبية، لا، انت عشان تتقبل ذاتك وعشان تقدر ذاتك، فالخطوة الاولى اللي انت لازم تعملها وهي ان انت تتقبل اصلا الاخطاء بتاعتك دي، وتتقبل الفشل بتاعك، وتتقبل الجوانب اللي مش كويسة اللي هي موجودة فيك اصلا. يعني السيلف اكسبتنس سكيلز من مهارات تقبل الذات ان انت تتقبل نفسك من ناحية الجوانب المظلمة والجوانب البشعة والجوانب الفشل بتاعتك وجوانب ارتكابك للاخطاء اللي انت بتعملها والحاجات اللي مش كويسة كلها اللي انت بتعملها. من السيلف اكسبتنس سكيلز ان انت لازم في الاول ان انت تتقبل الحاجات دي. لو تقبلت الحاجات دي فانت هتقدر ذاتك. يعني مش من السهل ان اي شخص على فكرة يتقبل الجزء السيء اللي موجود فيه او الصفات السيئة اللي موجودة فيه. فانت لو تقبلت الحاجات اللي مش كويسة اللي هي موجودة فيك، فانت لو تقبلتها انت كده بدأت تحتضن نفسك، بدأت ان انت تتقبل الفشل بتاعك وتحوله لصالحك. فكخطوة اولى ان انت لازم تتقبل الجوانب السيئة اللي هي موجودة فيك، عشان انت اصلا اوريدي بالفعل عايز تغيرها. انت لو تقبلتها فانت هتشتغل على ان انت تغيرها. في حاجة عندنا اسمها تقبل الذات الغير مشروط. يعني ايه تقبل الذات الغير مشروط؟ يعني ان انت تتقبل ذاتك بدون شروط وبدون استثناءات. يعني مثلا ما تاخدش الجانب الحلو اللي فيك وتتقبله وتسيب الجانب الوحش وما تتقبلهوش. ده اسمه كده تقبل الذات الغير مشروط. يعني انت لازم تتقبل نفسك في الحالات الحلوة والحالات الوحشة، مش تنتقي الحالات الكويسة وتسيب الحالات اللي مش كويسة. مش كلنا بيبقى عندنا التقبل الذات الغير مشروط ده. في ناس ما عندهاش تقبل الذات الغير مشروط. انا دلوقتي ازاي هتقبل ذاتي؟ في سؤالين عايزاك تسألهم لنفسك دلوقتي. اول سؤال معانا وهو هل الموقف السيء اللي انت تعرضت له هيطغي على الصفات الكويسة اللي موجودة عندك؟ يعني هل موقف واحد سيء مثلا انت تعرضت له يخلي الحاجات الكويسة اللي عندك، الصفات الإيجابية اللي عندك تروح مثلا او يطغي عليها، يعني يشيلها، كأن الحاجات الوحشة بس هي اللي موجودة عندك مش الحاجات الكويسة؟
اكيد لا، صح؟ اكيد لا. يعني مش موقف واحد وحش هيضغي على كل الحاجات الكويسة اللي انت مثلا عملتها. تاني سؤال وهو هل من المنطق ان الشخص يبقى سيء من تصرف واحد او من بضع تصرفات عملها او ظهرت عليه ادت الى ان الشخص اللي قدامه ياخد عليه ان هو شخص مش كويس او شخص ضعيف او شخص فاشل او شخص ايا كان يعني؟ فهل من المنطق ان انا احكم على الشخص اللي قدامي من تصرف واحد او من بضع تصرفات حتى لو كتير، يعني حتى لو تصرفات كتير، هل من المنطق ان انا احكم عليه من تصرف انا شفته منه؟ اكيد لا. برضو الشخص احنا مش هنحكم عليه من تصرف واحد او من كذا تصرف، لا هنحكم عليه بعد عشرة طويلة، بعد ما نكتشف الشخص ده كويس. اكيد ده اللي بيحصل ككلنا اللي احنا عارفينه يعني. مش من المنطق ان الشخص يبقى سيء من تصرف واحد غلط او من بضع تصرفات غلط هو عملها. انصحك بايه بقى عشان تتقبل ذاتك؟ بما اني قلتلك يعني ايه تقبل الذات الغير مشروط، وازاي تتقبل ذاتك بدون شروط وبدون استثناءات، وان انت تشوف الجوانب الكويسة والجوانب اللي مش كويسة والاتنين تبقى متقبل ان انت عندك الكويس وعندك الوحش. تعالى دلوقتي اقولك ايه الحاجات اللي ممكن انصحك بيها عشان تتقبل ذاتك. اول حاجة وهي ان انت تتعامل مع نفسك بلطف. يعني حاول ان انت تكون مع نفسك سو كيوت، يعني بتتعامل مع نفسك زي الطفل بالظبط. اتعامل مع نفسك كأنك بتعلم طفل صغير، كأنك مثلا طفل وبتتعلم من الأغلاط بتاعتك، كأنك انت طفل وكل ما بترتكب خطأ، الخطأ ده انت بتحاول تصلحه وبتتعلم منه حاجة جديدة. تاني حاجة وهي ان انت لازم تواجه المخاوف بتاعتك. ما تفضلش خايف من الحاجات اللي هي بتخوفك او الحاجات اللي انت ما بتقدرش تعملها، فبالتالي انت خايف منيها، خايف ان انت تعملها، خايف ان انت تقع فيها اصلا، خايف ان انت ترتكب مثلا خطأ معين في الحاجات دي. ففي حاجات كتير خايف منيها. ابدأ العب على نقاط الضعف بتاعتك، ابدأ اعرف ايه هي نقاط ضعفك وابدأ ان انت اشتغل عليها عشان ما تبقاش نقاط ضعف، عشان فيما بعد ما تبقاش نقاط ضعف. فيما بعد تبقى عارف ان الحاجة دي بتخوفك، لا انا خلاص كده بقيت الحاجة دي لا انا ما بخافش منيها. فبالتالي انت لازم تلعب على نقاط ضعفك، لازم تشتغل على نقاط ضعفك، لازم تخلي نقاط ضعفك دي نقاط قوة بالنسبة لك، ما تخليش حد يعتبرها نقاط ضعف عندك. تالت حاجة وهي ان انت لازم تبقى شخص ايجابي. يعني ما ينفعش ان انت تتقبل ذاتك وانت اصلا بتقول لنفسك كلام مش كويس، او مثلا لما بتعمل حاجة غلط بتفضل تلوم نفسك وتفضل تقول ده انا فيا وفيا وفيا وده انا مش كويس وده انا كذا وده انا كذا وبلا بلا بلا الحاجات اللي انت بتقولها. فلا، لازم تكون شخص ايجابي. حتى لو انت ارتكبت اخطاء كتير، وقعت في غلطات كتير، لا حاول ان انت برضو لسه بتشجع نفسك عشان اصلا تقدر ان انت تغير الاخطاء دي. لكن لو انت فضلت ان انت تشتم في نفسك وتقول على نفسك ده انا مش كويس، ده انا فيا وفيا وفيا، فبالتالي انت كده مش هتبقى شخص ايجابي، وفي نفس الوقت انت كده مش هتتقبل ذاتك، وهنرجع لنقطة الصفر تاني. رابع حاجة وهي ان انت تتقبل النقص. عايزاك تبقى عارف ان الكمال لله وحده سبحانه. يعني ما فيش شخص كامل، كلنا عندنا عيوب وكلنا ناقصين وكلنا فينا اللي مكفينا، اوكي؟ لازم تتقبل ان انت عندك نواقص، ولازم تتقبل النواقص دي. انا مثلا عندي نقص مثلا في شخصيتي، مثلا انا عندي نقص في شكلي، انا عندي نقص مثلا في اي حاجة فيا، فالمفروض ان انا متقبل النقص اللي فيا ده، ما خليش اللي قدامي تمام ياخد باله ان في نقص عندي. دي الفكرة من ان انت تتقبل النقص، طالما انت تقبلته فغيرك هيتقبله. النصيحة رقم 5 وهي ان انت تأمن بنفسك. لازم تأمن بنفسك بقدر استطاعتك عشان تقدر ان انت تقبل ذاتك، تقدر ان انت تقدر ذاتك. تأمن بنفسك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تأمن بنفسك ان انت تقدر تعمل الحاجة دي. يعني مثلا انا غلطت دلوقتي، أمن بنفسك ان انت تقدر تصلح الغلط ده،
مش تفضل ان انت تلوم في نفسك وتقول ده انا اقدر اصلح الغلط ده، الغلط ده ملهوش حل، ده كذا ده كذا ده كذا. بما ان الفيديو طول قوي، فاخر نصيحة معانا وهي ان انت ما تستسلمش مهما كان الثمن. ما تستسلمش مهما وقعت، مهما ارتكبت اخطاء، ومهما عملت حاجات مش كويسة نهائيا. يعني لو الناس كلها شايفاها وحشة، لا ما تستسلمش. لو الناس كلها بتقولك ان انت فاشل، ما تستسلمش، ما تسمع لهمش. لو الناس كلها بتقولك انت شخصيتك زبالة، انت شخصيتك فيها وفيها وفيها، محدش ليه دعوة. انت طالما تقبلت ذاتك، انت هتوصل لدرجة ان انت لو تقبلت ذاتك وخلاص عملت كل اللي انا قلتلك عليه وتقبلت ذاتك، فانت كده هتوصل لدرجة ان انت تقدر ذاتك وتخلي اللي قدامك يقدرك، ومحدش هيقدر يتكلم معك ولا يقولك انت فاشل ولا يقولك انت فيك وفيك وفيك. وكل اللي انت بتسمعه ده هيبقى مجرد كلام وبس. حتى لو اتقالك فانت يعني اللي هو انت شايف نفسك، لا انا عارف نفسي، انا مش فاشل، انا كويس، انا عملت حاجات كتير كويسه، انا كل ما بغلط بصلح غلطي، انا كل ما بعمل اي حاجه وحشه بصلحها، بتعامل مع نفسي زي الطفل الصغير وببقى اتس سو كيوت. خليك ماشي كده، ما تستسلمش وما تسمعش لحد، وفكك من كل اللي بيتقالك من بره. بقى هنا متفقين على النقطه دي كويس جدا، عشان دي اهم نقطه.